معاكم اماني من قناه اور كروشيه. احنا المره اللي فاتت اتعلمنا اول غرزه من الغرز الاساسيه، وهي غرزه السلسله اللي بنبني عليها او بنقفلها ونعمل جواها حاجات غرز. يعني هي تعتبر بدايه الشغل، دايما لازم تبقى غرزه السلسله، عشان كده هي تعتبر من الغرز الخمسه الاساسيه. ضروري جدا ان احنا نكون اتمرنا عليها. النهارده هناخد غرزه كمان من الغرز الاساسيه، بس الاول ايه بسرعه كده افكركم بغرزه السلسله دي. كده عملت حلقه البدايه بسرعه، وغرزه السلسله بلف حلقه اهيت واروح مطلعه من الحلقه اللي على الابره، بلف وبطلع، بلف وبطلع، بلف وبطلع. تمام، هي دي غرزه السلسله. ده وشها بيبقى على شكل حرف في، وده ظهرها بيبقى فيه حلقه كده قبه لورا. دي ممكن احيانا في بعض الباترونات ممكن ندخل فيها. تمام. طيب، من ضمن الغرز بقى الاساسيه غرزه اسمها غرزه المنزلقه. اسمها غرزه المنزلقه او الغرزه النائمه، لان الغرزه دي تعتبر انها ما بتبقاش باينه. وظيفتها ان احنا بنقفل بيها الشغل، بنقفل بيها كل دور، يعني تقريبا بنستخدمها في كل دور. يعني احنا خلصنا اهو الدور الاولاني، عايزين نعمل دايره، بنروح داخلين في اول غرزه، ونروح لافين حلقه ونطلع من الحلقه اللي دخلنا فيها، ونطلع كمان من الحلقه اللي على الابره. هي دي غرزه المنزلقه. لو بصيتوا هتلاقوها مش باينه خالص، مش موجوده، عشان كده بيسموها الغرزه النائمه. هي بنقفل بيها الشغل، واحيانا بندمج بيها غرزة تانية وبتطلع لنا غرزة تالتة خالص، يعني ممكن ندخلها مع غرزة تانية تدي شكل جميل. طيب، هنرتفع مثلا نرتفع 3 سلاسل. انا عايزة اعمل لكم غرزة المنزلقة تاني، بس مش عايزة ادخلكم في غرزة جديدة. هو هنا انا خلصت دور كامل، بس انا مش عشان مش عايزه بس ان انا ادخلكم في اسماء غرز لسه ما اخدناهاش. خلصت الدور بس عشان خاطر اعرفكم غرزه المنزلقه تاني. وظيفتها زي ما قلنا ان احنا بنقفل بيها الادوار، بنبدا بيها الدور الجديد. اهي هدخل هنا اهوت في اول غرزه في المجموعه دي. الدايره ديت انا بعملها مثلا ممكن هعمل مفرش شكل دائري، ورده، حاجه زي كده اهو. بدخل في اول غرزه بدات بيها الدور، وانا هنا اهوت الحلقه دي اللي هي بتاعت اخر غرزه في الدور. بسحب، بلف الخيط واسحب الخيط كده واطلع من الاولانيه دي، وبعدين اطلع من التانيه. هي دي غرزه المنزلقه، قفلت بيها دور وبعدين ابدا بيها دور جديد بقى، ابني على اللي انا عملته دوت شكل جديد. تمام، هي دي غرزة المنزلقة. هنتعلم مع بعض برضو غرزة اسمها غرزة الدايرة السحرية او الماجيك رينج، وهي غرزة من الغرز اللي بنبدأ بيها الشغل برضو. احيانا بيطلبها مننا الباترون. هعلمكم كذا طريقة ليها وتقدروا تختاروا الاسهل وتعملوه. يعني بنجيب طرف الخيط بدايته اهو، وبنحطها هنا وبنثبتها بصباعنا ده، وبنلف لفة، واللفة التانية بتبقى وراها. تمام، وبعدين بندخل الإبرة ونسحب ونلف كده، ونرجع للخيط الأولاني اللي احنا دخلنا فيه، ونسحب الإبرة كده. وبشكل ده نبقى عملنا الدايرة السحرية وعملنا غرزة سلسلة. ممكن نرتفع سلسلتين تانيين ونبتدي نشتغل جوه الدايرة السحرية غرز معينة. وطرف الخيط القصير دوت وظيفته ايه؟ وظيفته ان احنا بنثبت عليه الشغل، وفي الاخر خالص بنضيق الايه الدايره السحريه زي ما احنا عايزين. طيب، ايه وظيفه الدايره السحريه؟ وظيفه الدايره السحريه بيبقى طالبها مني لما يكون عايز بدايه الشغل ما يبقاش فيه فراغ في النص كده. هو عايز نعمل دايره او مربع، شكل مربع او شكل دائري، بس عايز الجزء اللي في النص ده يبقى ما فيهوش اي فراغات. فاحنا نقدر نتحكم فيه باننا نقعد نشد الخيط ده بعد ما نخلص مجموعة الغرز ونضيقها جدا، بحيث ان النص ده ما يبقاش فيه اي فراغ خالص. هقول لكم على طريقة تانية برضو للدايرة السحرية. لو الطريقة ديت صعبة عليكم، ممكن في طريقة تانية سهلة جدا. بتمسكي طرف الخيط كده هوت، اللي هو طرف بداية الخيط يعني، وعلى الصباع دوت بتلفي لفة، وبعدين تلفي لفة تانية وتمسكيها بالصباعين دول،
وبعدين تيجي تخشي برضو من تحت اللفة الأولانية وتسحبي اللفة، تسحبي اللفة الأولى وترجعي له تاني، تروحي واخدة سلسلة. تمام. وتبتدي برضو تبني غرز في النص هنا اهوت اهو، تعملي اي غرز بقى اللي مطلوبة منك في الباترون. وبرضو الطرف دوت نبتدي نشد بيه الدايرة ونقفلها ونضيقها زي ما احنا عايزين، زي ما قلت لكم، علشان ما يبقاش فيه اي فراغ في النص. برضو في طريقة تانية بقى سهلة خالص قوي قوي قوي، ان انت بتجيبي طرف الخيط اهوت، علشان بس في ناس بتبقى قلقانة جدا من الدايرة السحرية وشايفاها صعبة، وهي سهلة جدا. بتجيبي اهو طرف الخيط وتروحي قافلاه كده اهوت. تمام. بصوا عملنا ايه اهو، قفلنا طرف الخيط اهو، ونروح داخلين جوه الدايرة ونسحب الخيط ده ونروح عاملين سلسلة مثلا، وهي الدايرة السحرية. ونبتدي نشتغل هنا هو مثلا، نعمل اي غرز مطلوبة مني في الباترون. وطبعا زي ما قلنا طرف الخيط دوت بنسحب منه او نوسع منه الدايرة لغاية لما نخلص الغرز اللي احنا مطلوبة مننا، وبعدين نروح شادينه جامد. وخلوا بالكم بعد ما بنخلص طرف الخيط ده لازم نأمنه في ظهر الشغل كويس ونخفيه، وكمان نبقى قافلينه جامد، بحيث ان الدايرة دي مع الاستعمال الشغل اللي احنا بنعمله، مثلا عاملين لكلوك، عاملين اي حاجة ايس كاب، ما يفكش مننا من كثرة الاستعمال والغسيل والكلام ده كله. تمام. وبكده نكون اتعلمنا النهارده غرزتين مهمين جدا بنحتاجهم في بداية الشغل: المنزلقة والدايرة السحرية. طبعا اذا عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا، ويا ريت في التعليقات تفيدوني بتعليقاتكم وتقولوا لي ايه المطلوب وايه اللي تحبوه يكون موجود في القناه. وشكرا.